اللي بيعملوا الهلال السوداني ده يا جدعان بسم الله ما شاء الله، وحياة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لن تلدع اللايك، اخبط اللايك كده الفيديو ده 30,000 لايك، ده اقل واجب يا باشا من الهلال السوداني. في ناس برضه بيبقوا محروقين زي عندنا كده برضه، الزمالك بيكسب بتلاقي الاهلاويه مع فاهم انت برضه اكيد المريخيه مش عارف ايه هناك، ويقول لك انت احنا زعلانين منك عشان انت بتشجع الهلال السوداني. يا ابني الهلال السوداني ده عيش، وانا لو مش بشجعه هجيب التيشيرت بتاعه ليه؟ هو في ايه يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني ايه العظمه اللي بتحصل دي؟ بالاربعه ايه يا ابني؟ بتلاعب بنت اختك؟ ايه يا ابني بتلاعب ابن اختك يا ابني ولا ايه يا ابني؟ في ايه؟ في ايه؟ انا مش طالع اقر ولا احسب، بالعكس انا فرحان جدا بس منبهر. عارف انت اللي هو احنا عارفين الهلال متصدر الدوري الرواندي وعارفين ان هو فارق وليه مباريات مؤجله، بس لدرجه ان انت تمسك الجيش الرواندي تعمل فيهم كده وتاخدهم بالاربعه، لا يا باشا ده كده بيحصل عظمه. ده احتمال الماتش اللي جاي رغم ان انت لسه لك حوالي 4 مباريات، انت 5 مباريات، انت كده دي المباراه 29، انت احتمال تتوج بالدوري قبل 3 4 مباريات. انت بتتكلم ازاي؟ ايه العظمه اللي بيعملها الهلال السوداني دي؟ ايه ده يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم ولايف جديد. انا عايز بقى ايه؟ لايكات، شير بقى في كل الجروبات، شير على كل الاكونتات، شير عشان بس ده مهم جدا مهم جدا، لانه حارق ناس كتير جدا. انا عارف من مشجعي المريخ، انا عارف، اسمع بس مني. في البداية ما يحلى أي كلام إلا بذكر الله، لا إله إلا الله. صلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. برضه عشان يحلى الكلام، احمد حيدر وعليكم السلام. هشوف كل تعليقاتكم، هندردش، هنعمل كل حاجه، بس خلينا اطلع الكلمتين اللي جوايا. لكن خليني اقول لك ان يمكن انا ما طلعتش لايف خالص على الصفحه البديله دي اللي هي مصطفى جابر البديله، اللي انا خصصتها للهلال السوداني والزمالك. وبقول الهلال السوداني الاول لان في صفحه كبيره معايا اللي هي مصطفى جابر اللي هي 270,000 متابع، دي خاصه بالزمالك، وبرضه الهلال السوداني وجميع الجماهير وكده بنتكلم عن الكوره. لكن دي بالذات بقى انا مخصصها رقم 1 للهلال السوداني. فلو سمحت لو انت مش متابعني اول مره تتابعني فاخبط المتابعه، لو انت بتتابعني على اليوتيوب فاضغط اشتراك او سبسكرايب ولايك بقى متين وشير، وتعالى لي بقى يا معلم. الف مبروك حبيبي يا احمد انور، عقبال الزمالك ياخد الكاس زي ما الزمالك ان شاء الله ناخد الكونفدراليه وناخد الدوري ونحتفل سوا، لان انا لما الزمالك بيكسب بلاقي اول جمهور بيساندني بعد جمهور الزمالك جمهور الهلال السوداني الهلالابي بصراحه. فلما انت كمان بتكسب اي مباراه او بطوله هتلاقيني في ظهرك دايما، هتلاقيني في ظهرك دايما حبيبي يا انور. والله الف مليون مبروك حبيبي يا حمزه، مبروك يا هلال لؤي حبيبي، الله يبارك فيكم جميعا ومليون مبروك ليكم، اقسم بالله فرحه. انا سعيد ان انا طالع لايف، سعيد ان انا بتيشيرت الهلال السوداني، عندي تيشيرتين زي ما قلت لكم الازرق والابيض. سعيد الحمد لله ان انا اجيب التيشيرتات، وانتوا قمتوا بالواجب معايا وبعتوا لي المتاجر اللي بتبيع، والحمد لله اشتريناها من القاهره ووصل لنا. فطبيعي ان انت تلاقيني برتدي التيشيرت، وزي ما قلت لك زي ما بفتخر ان انا برتدي تيشيرت الزمالك بفتخر برضو ان انا برتدي تيشيرت الهلال السوداني. بس عندي بقى تعقيب الاول كده، في ناس بيجي يقول لك انت حاطط الصوره البارزه على اليوتيوب فيها الهلال وفيها الهلال السعودي. والله يا جماعه الصوره بتبقى عباره عن الذكاء الاصطناعي، فباخدها زي ما هي وبحطها، فما تدققش قوي في الصوره بقى يا عم، ما تدققش قوي، المهم المحتوى اللي جوه، المهم الشخص. هلال اولا ذكي طبعا، مبروك محمد حبيبي. الهلال والزمالك فوق حبيبي يا انور، مبارك يا هلال حبيبي عبد العظيم. محمد الدون منور يا صفصف حبيبي يا دون. الانسانيه مبروك الهلال والزمالك، مبروك الهلال والزمالك. اسامه الشيخ والله حبايبي قسما بالله وشكرا لكم على الدعم القوي، بس استنى بس خلونا نحتفل وخلونا نفرح. أربعة يا بني آدمين، 4 يا زول، 4 يا زول. وقدام مين؟ وقدام الجيش الرواندي يا ابني. استنى يا حبيب قلبي، قدام الجيش الرواندي الدوري الرواندي. استنى بس اما نفتح كده ونشوف الدوري الرواندي. الدوري الرواندي اللي توج بيه السنه اللي فاتت هو الجيش الرواندي برضه. الدوري الرواندي اللي توج بيه اخر سنتين الجيش الرواندي. فانت رايح يا هلال بتعمل معاهم ايه؟ بتقول لهم انتوا مين انتوا؟ انا اي مكان اروح اكون انا نمبر 1، انا اي مكان ادخله بقول للكل يوسع. قسما بالله لولا الظلم اللي تعرضت له من نهضه بركان واللعيبه اللي كانت بالمنشطات والكلام ده كله كان زمان الهلال قسما بالله في حته ثانيه يا باشا. انا طلعت عملت فيديو قلت الهلال بطل دوري ابطال افريقيا، قسما بالله ما كان هزار، كان من القلب ونابع من المستوى اللي انا شفت الهلال عليه. يا جماعه الهلال في حته ثانيه، الهلال الموسم ده قسما بالله كان يستحق ان هو يكون نمبر 1 في افريقيا كلها،
كانت هتفرق معانا في حته تانية. وتلاقي واحد مرخبي طالع متضايق يقول لك انت بتشجع الهلال السوداني ليه؟ انت مالك انت ومال اشجع الهلال السوداني ليه؟ ولا ما طبيعي ان انا بشجع الهلال السوداني زي ما بشجع الترجي مثلا في تونس. ما بيجيش الافريقي التونسي ولا النجم الساحلي يقول لي بتشجعه ليه؟ يا جدع هو انا بشجع كوره بمزاجك انت على هواك انت؟ انا بحترم اي حد، انا بحترم مشجعين المريخ على راسي، بس انا بشجع الهلال السوداني وده الطبيعي. حاله واحده فقط اللي هتخليني ما اشجعش الهلال السوداني، لو وقع قدام الزمالك انا اسف هعلن انا بشجع الزمالك، ولو ما عملتش كده يبقى انا مش زملكاوي. انت فاهمني؟ دي الحاله الوحيده فقط، لكن طول ما هما الاثنين بعاد عن بعض انا بعشق الهلال السوداني. طب دوري ابطال افريقيا احنا احتمال نروح والهلال السوداني جاي ان شاء الله، هدعم الاثنين بكل قوتي، وان شاء الله ما يقعوش في مجموعه واحده، وان شاء الله ما نقعش في دور واحد، انت فاهمني؟ ولو وقعنا هدعم الاثنين عشان خاطر الاثنين يصعدوا سوا وهكذا. فيا ريت بس الناس تفهم، عشان ايه بتهاجم جامد، يعني بلاقي تعليقات وبلاقي شتايم من جمهور المريخ وما اعرفش. لا انا بحترمكم، لكن في كرة القدم انا ما بشجعكوش، انا بشجع الهلال السوداني زي ما بشجع منتخب السودان، ما هو فيه هلال وفيه مريخ وفيه غيره. لكن النهارده ما تيجي بين ضرب حره مباشره وترك في الضيقه يا جدع وارضيه برازيليه، يا مديك يا حاج مديك اللي انت بتعمله ده يا عم. انا فاتح اليوتيوب طول الماتش مفتوح قدام مني، طز في الباقه. باقه مين يا ابني؟ باقه مين؟ انت بتستمتع بكره القدم. الاول وحيد حبك النبي صلى الله عليه وسلم انت خابط اللايك كده، انا عايز 500 لايك واحنا دلوقتي 500 اونلاين، 500 لايك كده ايه على السريع عشان نوصل ل 1000 اونلاين ونلاقي لايكات كتير. يا باشا يا باشا 4 مع الرأفة ابو سيف. عثمان مبروك ومليون مبروك يا مصطفى جابر حبيبي، ليك كل الحب والاحترام والتقدير حبايبي والله صاحب السعاده. تحياتي ليك يا مصطفى يا وش السعد. ماجد الهلال والزمالك حبايب، مبروك للهلال. بناوي معلش والله بحاول اشوف كل تعليقاتكم بس سامحوني، كلامك حقيقي، لازم تشجع فريق بلدك اولا وبعدين الهلال السوداني. بالظبط يا دول، انت نفس الوضع، انت كمشجع هلالي هتشجع الهلال السوداني اولا ثم الزمالك ثانيا لو وقعنا مع بعض، ما هو ده الطبيعي يا عم. ولو لعبنا بعض انت كهلالي هل انا هزعل منك؟ هل انا لو لقيتك منزل بوست بتقول ان الهلال انتصر او الهلال افضل او بشجع الهلال هزعل منك؟ انا مش هزعل. دون ذلك لا يا باشا شكرا. فضل الله مبروك لنا ولك الهلال والزمالك حاجه واحده، لك التحيه حبايبي والله العظيم. وانا بفرح، ودايما تلاقي برضو بعض المشجعين وانا اظن ان هم برضو من المريخ يقول لك هو انت ليه بتدخل الهلال السوداني في كل ماتش الاهلي والزمالك؟ عشان عارف ان هو بيفرح لنا وعارف ان هو بيفرح في خساره الاهلي، فطبيعي ان انا اشارككم نفس فرحتي زي ما انتم بتشاركوني نفس الفرحه. في يا جماعه احنا هنا بنتكلم كوره، طز بقى في ريتش وطز في مشاهدات وطز مش عارف ايه. يا مطبلنا كتير للاهلي عشان خاطر ريتش، بناقص امه، بناقص ام الريتش، ملوش اي لازمه قسما بالله. اهم حاجه حب الجماهير ليك وحب الدعم، وده يمكن درس انا اتعلمته في فتره من الفترات لما كنت بتكلم عن الاهلي حلو. انا كنت بطبل الاهلي في فتره من الفترات واعترفت بده وطلبت الاعتذار، ان هم عملت اعتذار وطلبت من الزملكاويه ان هم يقبلوا ده، وقلت لهم معلش انا كنت متعصب بس جيت في فتره قلت عشان ما حدش يزعل مني مش ههاجم حد مش هعمل، لا كانت غلطه كانت غلطه. الدوري يا زمالك والله يا سليمان. هلا يا موسى. احمد مبروك يا مصطفى حبيبي يا احمد، احنا كنا بنشجع الزمالك حبيبي يا دون والله. انور اسحاق مبروك. انا عايز بس شير يا جماعه، شير في كل مكان، اللي مش عامل متابعه يعمل. يا هلا بيك مصطفى حبيبي يا طارق. فطبعا انا الصفحه دي الصفحه البديله، عارف ان انا كان عندي صفحه كبيره وفيها جمهور كبير جدا من الهلال السوداني، لكن ما بطلعش عليها كتير، يمكن اهتمامها الاول الزمالك، لكن خصصت دي الهلال السوداني. فلو انت اول مره تشوفني ما تنساش المتابعه. وبطلب منكم بقى كمان طلب مهم جدا، لان ده برضو اللي هيبقى عليه حلقات كتيره جدا، وبتمنى كل اللي بيسمعني دلوقتي يقول لي تم بعد ما يعرف ايه اللي تم. بعد ما هتقفل هتدخل على اليوتيوب هتكتب مصطفى جابر بالانجليزي الهلال السوداني بالعربي، مصطفى جابر الهلال السوداني او الهلال السوداني مصطفى جابر، هتلاقي قناه فيها 522 مشترك، عايزين نوصلها 1000 دلوقتي. فكل اللي هيقفل ويفتح يدخل على اليوتيوب يكتب مصطفى جابر الهلال السوداني، دي قناه بقى خاصه بيكم خلاص، خاصه بالهلال السوداني فقط، لان تستاهلوا الدعم قسما بالله. و سبحان الله نفس الظروف اللي بتمر بيها هي نفس الظروف اللي بمر بيها. خلينا نكمل المباراه. بعد ما مديكي جاب من ركله حره مباشره، جه سالم سجل هدف، وعبد الرؤوف والغربال اللي ناس كتير مش مصدقه اللي هو عاد للتهديف تاني، الكابتن طبعا كابتن الفرقه الزمالك والهلال فريقين محترمين طبعا. احييكم حي الزمالك حبيبي، ان شاء الله الاهلي لا الاهلي مش هيفوز بالدوري. وانت ايه اللي جايبك البث هنا؟ طب ده بس هلالي وزملكاوي، جاي اهلاوي جاي تعمل ايه هنا يا راجل؟ جاي تعمل ايه؟ مش عايزينك. منور الاخ مصطفى جابر حبيبي يا محمودي.
و تقريبا الجون الثاني الثالث كان بتاع احمد سالم تقريبا، اللي هي غلطه من الدفاع من الجيش الرواندي استغلها صح ودخل انفرد بالجون وجول. وفي تقريبا الهدف الثالث اللي هو جيب شوطه قويه جدا ارتطمت تقريبا في رجل اللاعب عكس اتجاه الجون ما شافهاش. 3 الرابع مش فاكر، انا تقريبا ما شفتوش، بتاع الغربال. كنت بجيب بقى التيشيرت وبجهز للبث والكلام ده كله، فعشان كده يمكن ما شفتوش. فقولوا لي كده الهدف الرابع جه ازاي؟ الهدف الرابع جه ازاي؟ تحيه لجمهور الزمالك الراقي حبيبي يا محمد امين، وجمهور الهلال السوداني الراقي طبعا. جمهور بيعمل عظمه بجد والله. تدوم الضحكه يا حيدر. هلا مدريد هلا زمالك، ماشي، وهلا هلالابي وهلا هلال، ايوه كده في النص، ايوه تم حبيبي يا حامد. شكرا لكل الناس، شكرا لكل الناس اللي دخلوا يشتركوا في قناتي على اليوتيوب. الزمالك بيلعب بدون غش بدون خداع حبيبي يا عمر. انا هنزل دلوقتي اللايف ردة الفعل بتاعتي على اليوتيوب. بتمنى كل اللي يجي له اشعار يدخل دلوقتي يكتب الهلال السوداني مصطفى جابر ويشترك في القناه ان شاء الله. مهم جدا تفاعلكم برضو على اليوتيوب زي ما بنتفاعل على الفيسبوك، وكمان التيك توك برضو باسم مصطفى جابر عاملين تفاعل قوي جدا معايا. محمد عبد الرحمن مبروك يا درش، الزمالك بطل مصر كونفدرالية. حبيبي الصادق اسماعيل حبايبي والله. انت لخبطت بين الثاني والثالث. ايوه يا سمير ماشي، ما انا بقول لك هو يمكن بس ايه ناس، يمكن